عادات سيئة تتسبب بالضرر الخطير لكليتك تفعلها كل يوم، ابتعد عنها على الفور. هناك الكثير من العادات السيئة التي تسبب الضرر للكليتين، وفيما يلي نعرضها لكم. تناول الكثير من الملح. تناول الكثير من الملح يمكن أن يسبب الكثير من الأذى للكلية، حيث يساعد على تلف الكلى وانخفاض مستوى أدائها في تصفية الملح من الدم. تجاهل ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيس لأمراض الكلى والفشل الكلوي، وبالتالي يجب عليك متابعته وفحص ضغط الدم عند الشك بأن هذا المرض مصاب به فعلا. وللوقاية من مرض الكلى من المهم أن تفحص ضغط الدم بصورة منتظمة وتطمئن عليه. شرب الصودا. وفقا لدراسة يابانية، شرب كوبين من المشروبات الغازية يوميا يمكن أن يضر بالكلى، فقد وجد باحثون أن المشروبات الغازية أحد العوامل الخطرة التي تتسبب في الضرر الكبير للكلى، وذلك لأن الكلى تستغرق ساعات طويلة لتصفية كوب واحد من المياه الغازية. أخذ المسكنات. المسكنات معروفة ومتداولة بين الناس، وهي تحد من تدفق الدم، ويمكن أن تسبب الفشل الكلوي الحاد عند تدفق الدم إلى الكلى، وبالتالي يجب تناولها بحذر. عدم النوم الكافي بسبب العمل. قلة النوم قد تؤدي إلى الضرر بالساعات البيولوجية الداخلية لدى جسم الإنسان، وهي بالتالي تعمل على الإضرار بالكلى. التدخين. التدخين يساهم في تصلب الشرايين وتراكم الترسبات التي تسبب ضيق الشرايين، وبالتالي يحد ذلك من تدفق الدم إلى الكلى، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بها وبكفاءتها على العمل. والنيكوتين في السجائر يرفع أيضا من ضغط الدم، ما يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى، وهو ما يزيد خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن بنسبة 51% بين المدخنين. كما أن الكلى تعمل على إفراز العديد من الهرمونات، والتي تعمل على تنظيم الحياة داخل جسم الإنسان، فهي تقوم بزيادة ضغط الدم إذا قل، وتقوم بخفضه إذا ارتفع، ولها دور مهم في إفراز بعض أنواع الفيتامينات التي تكسب العظام القوة والمتانة والصلابة. في النهاية، نسأل الله لنا